أنه ستبدأ الحرب وسيبدأ الكلام، وبدأ مع الأسف الشديد. مع الأسف الشديد بدأ بعض أهل المنبر وبعض الخطباء وبعض الجهلة وبعض العوام وبعض المتلبسين بالعمام بيضاء سوداء، ويا ليت أنهم كانوا يتعلموا مني المنهج العلمي. يقولون هذا الذي يقوله يرد عليه. أما لغة الإقصاء، إضلال، تضليل، تكفير، خروج عن المذهب، أعزائي هذه لغة العاجزين، لغة الجاهلين، لغة المغرضين، لغة المرضى واقعا. وإلا بإمكانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. افترضوا أن شخص الآن من خارج مدرسة أهل البيت عند هذه التساؤلات لكم، يا علماء الشيعة، يا خطباء الشيعة، يا منبري الشيعة، يا مراجع النجف، عنده هذه الأسئلة لكم. أنتم الآن تسمون أنفسكم من مراجع الدين بينكم وبين الله. أنا عندي تساؤلات، أجيبوني عن ماذا؟ عن تساؤلاتي. إن لم تستطيعوا أن تخرجوا وتتكلموا لأي سبب كان، ابعثوا بتلامذتكم الذين ربيتموهم لمدة 70 و40 و70 و90 سنة في الحوزات العلمية والفضائيات الشيعية موجودة. بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي. أنا أدعي أن الموروث، أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي، هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. حتى تفسير القمي. أنا بضريح السيدة زينب، قال أريد أفتح المايك وأريدك تسلم عليها سيد. وزينب من طلعت مو هينة، وحاجت أبو علي حاجته. إبراهيم اختبار، والثاني النبي خضر قتل الغلام. انت ما تعرف حجة، انت ما تعرف، احنا نريد نعرف. الجماعة يريدون يعرفون ليش الله قتل اطفال، عذبهم. هذا ما يعطينا انه الله عادل. الله يحبه ويحبنا. الله ما يقتل اطفال، ويأمر بالنبي يقتل قتل طفل. باشر هذا النبي اجى قال انا اعطينا مرتك زوجتك. يابا هيك الله هيك لعبه؟ الله يقتل طفل ويأمر النبي مالته يزني ويلوط وشنشا؟ هذا شلون النبي هذا؟ النبي هو غير قدوة لنا. شنو لعب هي؟ الله هيك الله ما قبله اصلا. خلفك اضربه بالنعال على راسه اطرده من البيت. عرش هذا غلو، استغفر الله، انا اسف. مو العرش، مو العرش، اسف ان انا قلت ان العرش هذا غلو. لا، العرش نعال لهم، بعد مو هم. وخلي اللي يقول هذا اللي يبون يقولون خلي. احنا هذا معتقداتنا، ان العرش تحت اقدام. يا علماء الشيعة، يا خطباء الشيعة، يا منبري الشيعة، يا مراجع النبي، انا ادعي ان الموروث، او لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي، هو مدسوس ومنقول الينا من كعب الاحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. حتى تفسير القمي. لعله أبو بكر لاط بعمر. خیلی چی میخوام بهت بگم. اقول له انت لا اعترف بك ولا اعترف بربك. هذا ربك اللي انت زمن بي، انا فلس ما اشتري. انا هيك جاوبه.
ما أقول حكمة إلهية وأعطي مرتي. يا شنو يعني؟ شو لعب هي؟ الآن جبرائيل أخذ تقاعد من مات النبي، أخذ تقاعد واستراح. هسه جاي تختخ بالسماء وقاعد عطال بطال، لا بس ياكل ويشرب وينام. هذا جبرائيل، هذا عظيم، روح الله قاعد ويتختخ بس ياكل ويشرب. قول الآية اللي تأثر بيك هي وحي. شوف إذا تقرأ القرآن من أول أخيرا ما يأثر، هذا مو كلام الله، هذا حكي جرايد. تمام میگم گوش کن. آره اینو بده دلو. إذا آية سمعتها وهواي أثرت بيك، يعني غيرت من المحتوى، هذا كلام الله. كلام الله علامته أنه يأثر بالإنسان. مثل ما ابن عربي يقول كل آية تأثر بيك هي كلام الله. كلام الله مو اللي تقرأه ولا اللي يقرأه بالفواتح، هذا مو كلام الله. ويقرأ هذا قرآن، يقول هذا قرآن بس مو كلام الله. محتاجين إلى قناة تعرف الناس بآثار أهل البيت في العالم الإسلامي. إلى قنوات الشيعية مواد كثيرة عندها الآن من هذه الثروة العظيمة، من العقائد، من السيرة، من التاريخ، من التفسير. القرآن يطنطنون بحفظ القرآن، ما قيمة حفظ القرآن؟ تو پر نزنه با هم درده. يقول يا أيها الذين آمنوا، هسه صدر الآية مو حافظها. أنت تعرف هذا جبرائيل قبله؟ أنت قرابتك جبرائيل، ابن عمك، تسأل جنسيته شنو؟ هويته، بلكت هو جني، بلكت أنت محمد. لا يقول أنا شفت جبرائيل. لا بس شنو دليلك أنه هذا جبرائيل؟ ما عنده دليل. يعني النبي ما جاب دليل على أن هذا اللي شافه جبرائيل. لا هو طلب جنسيته، جوازه، هويته، بطاقة تموينية، شيء حتى يعرفه. زين. فإحنا ما ملزمين بالنظرية. هاي النظرية تواجه إشكالات عقلية. يعني بناء الوحي، بناء الإسلام على الدين دولة مبني على الرمل. ما يقدرون يجاوبون على هالأسئلة. إذا بناء على الرمل مبني، الوحي مبني على الرمل، كل الدين ينهار. يعني أصل قضية أنتم تعتقدون في شيء وهمي. يعني هو النبي ما جاب دليل على أنه هذا جبرائيل هو هذا نفسه مو غيره، وأن هذا جبرائيل يحشى عن الله. مجرد شاف واحد قال له أنا من الله صدق. فشنو الحجة علينا؟ ليش احنا ملزمين بقبول كلامه؟ هو عنده يقين، خليه هو يصدق، هو يصلي، هو يصوم. واحنا عندنا كذب احيانا، كذب اصلاح ذات البين وانقاذ المؤمن من القتل يكون واجب اصلا، والصدق يكون حرام. هسه جبرائيل حباب وقلبه طيب، شاف هذا الهمج يعبدون اصنام، ينقذهم من الخرافات، شبه لفت شبه، قال هذا الكلام من الله. حتى شنو؟ حتى ذول العرب الهمج اذا محمد يقول هذا من عندي ما يطيعوا، اذا يقول من الله يطيعوا. لأن خليها كذبها كذبه.